عارفين احساس ان حياتكم ملخبطه وعندك حاجات كتير قوي وراكم ومش عارف تبدا منين؟ فخليني اقول لكم ازاي رتبت حياتي بعد خطوه الجواز الكبيره. اول حاجه يا جماعه، عارفين لما حد بيقول لكم جيبوا ورقه فاضيه ونزلوا فيها كل افكاركم؟ بصوا، انا جبت ورق وقعدت انزل كل اللي في دماغي. اول خطوه، احنا محتاجين ننزل كل حاجه في دماغنا في ورقه، ومش شرط تكون الحاجه اللي نزلت دي تكون مرتبه. الاول كانت نازله في ورقه مش لخبطه، وبعد كده انا جبت النوت بوك الصغننه دي وقعدت اقسمهم على حسب الاولويات. دي خطوه وهي تقسيم السنه على ارباع، وانا قلتها كتير قوي ان الربع بيبقى فيه 3 شهور. فدلوقتي احنا عندنا 6 شهور باقيين في السنه، فهنقسمهم على ربعين. تبتدوا تاخدوا المشاريع دي وتبتدوا تقسموها على 3 شهور الجايين واللي بعدهم. ايه اللي مستعجل يتعمل في 3 شهور الجايين وايه اللي مستعجل يتعمل في اللي بعدهم. طب انتوا عارفين الخطوه الجايه هي اهم خطوه في الموضوع كله، لان كل ده برده ما يتحققش على ارض الواقع بدون ما تبقى عارف انت هتحقق ايه وامتى. لكن الحاجات دي لازم تتقسم على برنامج زي جوجل كالندر او اي برنامج تقسمه بالتواريخ وحتى بعدد الساعات والايام، عشان احنا كبشر بنحب نلتزم بالديدلاينز وما بنحبش ان احنا نبقى احرار كده.